كل عام والشعب الإماراتي بخير وأمان وازدهار. اللهم يديم عليكم الفرح ويعم داركم وتبقى الإمارات أطيب التهاني لشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني. فخرنا بالإمارات يكبر مع كل إنجاز جديد، كل يوم يعطينا سبب زحفين كمان اسد تحياتي من المغرب إلى الشعب الإماراتي. من بلاد العزة والفخر سوريا، لشعب الإمارات العزيز وأرض الإمارات العربية المتحدة وبدار زايد، بالتهاني والتبريكات نقدم لكم الأمنيات الجميلة والسعيدة إن شاء الله، بأجمل التهاني والتبريكات لشعب الإمارات الشقيق. ولدت من يد صافحت يد، ومن قلب احتضن 7 قلوب. كنت حلما فأصبحت وطنا، كنت فكرة فأصبحت دولة تصنع مستقبلها بيدها. اليوم نقف أمامكم بعلم واحد، لكن ب7 حكايات، 7 إرادات، 7 إمارات اختارت أن تتحول من التفرق إلى القوة، من التحدي إلى البناء. عشق المايك معك. اهلا وسهلا بالجميع، منورين ومشعشعين. حيا الله بالموجودين. يا داري يا مجدا على الدنيا سرى، يا قبلة الأمجاد يا عزا جرى، يا إماراتي واسمك الهيبة التي ما هان يوما لا ولا يوما برا. 54 أشرقت فتجلت أمجادك العليا وصار الفخر ثرى. 7 الإمارات احتضنت بعضها فارتد صوت اتحادها نارا وقرا. يا نهج زايد والكرامة بيته، يا منهل الإخلاص يا شهما مرى. والنار إن مرت بهامات الرجال تزهو وتطفئ حين يعلو المستقر. هذه بلادي إن هتفت باسمها اهتز في صدري صهيل مستعرى. عاشت بلادي فوق هام السحب تعلو وتسمو، ما هوت يوما ولا ما هوت يوما ولا. يا أهلا بكل القلوب التي اجتمعت معنا اليوم على الفخر والانتماء.
يا مرحبا بكل الحضور الذين نوروا المكان ورفعوا راية المحبة لوطن عزيز على قلوبنا جميعا. أسعد الله مساءكم بكل خير من على منصة هنا عمان برعاية الوكيل الشرجاوي وإشراف المتألقة ريهام الذي يجمعوننا دائما على المحبة. نقف اليوم في الذكرى 54 لليوم الوطني الإماراتي، يوم ليس يوما عادي، هي يوم ولادة مجد، يوم اتحاد قلوب قبل أن يكون اتحاد أرض، يوم صنعه رجال آمنوا بأن الإمارات تستحق أن تكون في المقدمة فكانت. اليوم نحتفل بوطن علم العالم أن المستحيل مجرد خطوة في طريق النجاح، وإن الراية التي ترفرف فوق سماه ما تنحني إلا لله. نحتفل بقيادة صنعت الفارق، وبشعب حمل الأمانة، وبنهضة صارت مثال فخر لكل عربي. فأهلا بالموجودين جميعا، أهلا بكل من حضر ليشاركنا الفرح، الغلا والفخر، أهلا بمن نبض قلبه اليوم. عيدك مبارك يا إمارات، كل عام والإمارات أعلى، كل عام والإمارات أقوى وأجمل، وكل عام وأنتم بخير وحضوركم يعانق الفرح ويزيد الاحتفال نورا. وخير ما نبدأ به احتفالنا ووقفة مع النشيد الوطني الإماراتي. عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشتي لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، حصلتك بسم الله يا وطن بلادي 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 بلاد، حماك الإله شرور الزمان، أقسمنا أن نبني نعمل نعمل نخلص نعمل نخلص، مهما عشنا نخلص نخلص، دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا، رمز العروبة كلنا نفديكي، بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. والآن ومع هذا اليوم الوطني الجميل الذي يحتفي بتاريخ الإمارات وإنجازاتها وروح اتحادها، ننتقل معكم إلى لحظة مميزة تحمل الكثير من المعاني، لحظة تتجسد فيها قيمة الوطن وذكريات الاتحاد والفخر الذي يسكن كل قلب يحب هذه الأرض. قبل أن نبدأ دعونا نرحب معا بنجمتين ستأخذانا إلى مشهد تمثيلي يحكي قصة هذا الوطن
ويجسد روح الإمارات بأسلوب جميل وراقي. نرحب بريهام وبالعنود اللتين ستنتقلان وستنقلان لنا مشهدا ينبض بالولاء والانتماء، ويقدمان لوحة من الإبداع احتفالا بهذه المناسبة الغالية. فلنمنحهما كل الاهتمام ولتبدأ رحلتهما على هذا المسرح، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. داري لو اكتب في حبك دواوين والله ما سدت غلات العبارات، من عشقي لك ودي اطوف البلادين واقول انا يا ناس احب الامارات. يا داري لو اكتب في حبك دواوين والله ما سدت غلات العبارات، من عشقي لك ودي اطوف البلادين واقول انا يا ناس احب الامارات. انت غرام الروح انت ضيا العين وانت اللي لو حبك قاس بمسافات، بقول احبك من وسط هالشرايين يا ليلي اخر كوكب في المدارات. يا داري لو اكتب بحبك دواوين والله ما سدت غلاج العبارات، من عشق لك ودي اطوف البلادين واقول انا يا ناس احب الامارات. انتي غرام الروح انتي ضي العين وانت اللي لو حبك قاس بمسافات، بقول احبك من وسط هالشرايين يا لين اخر كوكب في المدارات. يا اماراتي يا عشقي يا اماراتي يا روحي يا اماراتي السلام عليكم ما أخبارك علومك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، انتي كيفك علومك؟ أنا الحمد لله بخير، دام انتي بخير. أما ليش جالسة بروحش؟ طفشانة زهقانة مو عارفة شو أساوي. أيوة
أما بسألش اليوم كم التاريخ؟ اليوم 2 ديسمبر. أيوة 2 ديسمبر عيد الاتحاد الإماراتي صح؟ أيوة صح يا بنيتي. أيوة تعرفين أما اليوم راح يصير حفل كبير في التلفزيون، راح يطلع الساعة 10 في قناة هنا الإمارات. يلا حلو، نحضر ونتسلى ونشوف أهم تطورات الاتحاد الإماراتي. أيوة أما ضروري نشغل التلفزيون ونشوف. يلا إن شاء الله خير. أما أسمع صوت ألعاب نارية برا، تعالي نروح نشوف الألعاب النارية شكلها بدت. يلا جاية يا بنتي نحضر أحلى احتفالات الاتحاد الإماراتي. أيوة يلا تعالي برا. يلا. الله وش هالجمال، أما شايفة الألوان في السماء، اللون الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، علم الإمارات طالع مرة جميل وكأنه لوحة فنية. ما شاء الله، منظر يفرح القلب والله يا زين هالليلة. الإمارات تحتفل وإحنا نحتفل معاهم من قلوبنا. أما بسألك ليش علم الإمارات فيه 4 ألوان؟ هل هو صدفة ولا سر؟ لا يا بنتي مو صدفة، علم الإمارات يتكون من 4 ألوان وكل لون يدل على رمز معين. طيب اللون الأحمر يدل على إيش؟ شجاعة الرجال. والأخضر؟ يدل على خصب الأرض وأمل الغد. طيب والأبيض؟ يدل على نقاء القلوب وسلام الوطن. إنزين والأسود؟ الأسود يدل على قوة رجال الإمارات، قوتهم التي لا تنتهي. لما تجتمع الألوان كلها يكتمل الاتحاد الإماراتي. يا سلام أما أحس قلبي بطير من الفرحة. تعرفين أما إني أحب الإمارات وايد، لأن دائما فيها فرح وتطور، وكل سنة تكون أحلى من الثانية. يا بنتي مين ما يحب الإمارات؟ هذه بلاد الخير وقيادتها ما قصرت بشيء، والله يديم عزهم ويحفظ شيوخهم ويحفظ أولاد زايد. أما تتذكرين أول لما كنا نزور، والحين ما شاء الله ناطحات سحاب وأسواق واحتفالات ما تمل. إيه والله يا بنيتي، كل شيء يتغير للأفضل ويستاهلون كل خير، لأنهم تعبوا بنوا بلادهم بحب. أما دقت الساعة 10، يلا نروح نشغل التلفزيون، بيبدأ الحفل الوطني الإماراتي. الحين أنا متحمسة أشوف الفقرات والفعاليات اللي راح يسوونها. يلا يا بنتي نشغله، وأنا متحمسة أكثر منك نشوف أهم فعاليات الاتحاد الإماراتي. يلا قبل لا يبدأ الحفل. يلا. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء من إذاعة هنا الإمارات، ومعكم أنا عشق في يوم مميز، يوم الفخر والاعتزاز، يوم الاتحاد. نحتفل اليوم جميعا باليوم الإماراتي الوطني 54. إذاعتنا اليوم تحكي عن وطن لا يشبه إلا نفسه، وطن صنع المجد من الرمال وكتب مجده بحروف من ذهب. إنها الإمارات العربية المتحدة. سيشاركني في هذا البرنامج الإذاعي 3 ضيوف مميزين، وموضوعنا سيكون أجمل برفقتكم بإذن الله.
نبدأ أولى فقرات برنامجنا مع ضيف يحمل حضوراً مميزاً ومعرفة واسعة بتاريخ الإمارات ومسيرتها المباركة. ضيف لا يكتفي بسرد المعلومات بل يرويها بروح عاشق لهذا الوطن وبفهم عميق لجذور الاتحاد وقصص الإنجاز. يسعدني أن أقدم لكم ضيفي الأول حاتم الشاعر صاحب القراءة المتعمقة في تاريخ الإمارات، والذي سيمنحنا اليوم زاوية مختلفة وممتعة حول هذه المناسبة الغالية. أستاذ حاتم حياك الله جميعا. أهلا وسهلا بك أستاذ حاتم. الله يحييك ويبقيك آنستي العزيزة، بارك الله فيك، وسعيدا جدا بالتواجد معكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. حياك الله حياك الله ضيفي الغالي. بداية أستاذ حاتم، لو ترجع فينا إلى الوراء قليلا وتحدثنا عن مراحل تطور الإمارات، تفضل حياك الله. آنستي الكريمة، بكل حب وتواضع، بلاد الإمارات بلاد زايد أتاحت لنا جميعا وللوطن العربي المراحل الجميعة سواء على جميع الأصعدة الذي تخدم الإنسان والتطور بشكل عام. أما بكل حب مراحل التطور الإمارات اللي مرت بها بعدة محطات مهمة حتى أصبحت الدولة متقدمة حديثا، والآن رح نتعرف أكثر بشكل مبسط على مراحل التطور. حاتم روح فوق حاتم. 2 حاتم. السلام عليكم. في صوت في صوت. البرنس لو سمحت المايك. يا برنس برنس حبيبي. في أرض كانت صحراء نسج التاريخ فيها حكاية وطن، من الكثبان الرملية إلى ناطحات السحاب تبدأ قصة الإمارات. مراحل تطور الإمارات مرت بعدة محطات مهمة حتى أصبحت دولة متقدمة وحديثة، ومن أبرز هذه المراحل ما قبل الاتحاد. قبل عام 1971 الإمارات كانت تعرف بالساحل المتصالح. كانت الحياة بسيطة وتعتمد على الصيد والغوص للؤلؤ والرعي والتجارة، ولا توجد بنية تحتية حديثة أو خدمات متطورة. قيام الاتحاد 2 ديسمبر 1971 اتحدت 6 إمارات: أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين والفجيرة. انضمت رأس الخيمة لاحقا في 1972. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان أول رئيس للدولة. بدأت مرحلة بناء الدول الحديثة.